السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الجمعة وهعمل لهم حمام كذاب. رحت جبت لكل واحد ورك قطعه بعدد الأسرة. بنتي عندي وولادها في حدود 7 وراك، وقالوا لنا اعملي لنا حمام كذاب. حطيت اهو قدامكم البصل والفلفل اهو، قطعت بصل وفلفل وجزر قدامكم اهو بقلب فيه وهحط الرز. اعمل الرز الاول بالزعفران. هنقلب لك انا فيها ماما. واعمل واقفين النهارده بنعمل رز بالحمام الكذاب. دي اصلا النار شغاله اهو. ماشي. ايه اللي انت حطيتيه ده بقى؟ ده بصل. على فكره انا ما بعرفش اعمل حمام كذاب ده. انا خدته من على اليوتيوب. هو دوت اللي استفدت بيه. هو ده اللي استفدت بيه. بما ان النهارده الجمعه فيا عزمان على حمام كذاب ورز بالزعفران. هو ده الحاجه اللي انا استفدت فيها من اليوتيوب. ده واضح ان هو بصل وفلفل وجزر. ما هو انا قلت لهم بصل والله وفلفل وجزر. بس انت دول بتعملي بيهم ايه؟ بتعملي سلطه؟ زيت وحته السمنه، وقمت مقلبه اهو. وهنعمل الرز وهنعمل لهم الحمام وهنوريه لكم واحنا نحطه في الفرن. قدامكم قلبنا اهو. بعدين اهو دبت شويه هنحط الرز قدامكم وهنقلب برضه. استنوا يا جماعه. ما انا بعيد اهو بنقلب اهو. هنعمل رز بالزعفران وايه. هو ده رز بالزعفران ولا هتحشي بيه الحمام؟ ولا ده وده ولا ده ايه؟ ده ودوت هنوريكم بالطريقه قدامكم. كنا بنقلب اهو، ونروح نجيب حبه زعفران ونحط ميه. بنقلب اهو. هتحطي على ده زعفران؟ اه ماشي. هاتي حبه زعفران. معلقه من الزعفران قدامكم اهو. جايبه انا بودره الزعفران. وهنقلب الحله قدامكم اهو، وهنسقيها ميه. بس الزعفران معلقه واحده عملت فيها ايه لسه كمان. جايبه حبه ب10 جنيه من عطار مشهور قوي. عشان نقلب بقى كده. بصوا نقلب بقى كده كويس عشان خاطر ايه؟ كل رزايه تاخد لون الزعفران. اللهم صل على النبي عليه. بيطلع ايه بقى في الاخر؟ رز العنب. شايفين؟ اهو بس. واسلام اخويا جه عشان ياكل الحمام والرز بالزعفران. بصوا يا جماعه، بصوا المنظر، بصوا اللون. النبي انا هروح اشتريه لان انا ما بستعملوش بس هشتريه. يلا يا ولاد هنحط الميه اهو قدامكم. نحط فيها كمان وقلبي. لا اعملها كمان ايه؟ كفايه بس عشان ما يمرقش. بس كفايه. هنقلب بقى. مش عارفه حته المطبخ راحت فين. بس انت حطيتي ايه؟ ملح؟ حطيت ملح يا جماله يا جماله. حبه فلفل. يا جماله يا جماله. وهنسيبه شويه لما يستوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادي يا ولاد شوف الزعفران عمل ايه في الرز. خدت معلقتين رز قدامكم اهو، واللهم صل على النبي. وكان في عندي بصل وخضار ني حطيته على الوش وقلبت اهوت. وبص الجزر اللهم صل على النبي والزعفر عامل ايه في لون الرز. رز يتاكل لوحده. هنبدا نحشي الايه الحمام الكذاب قدامكم عشان اوريكم. انا جايبه على قد العيله كل واحد واحده. اللهم صل على النبي. اهي قدامكم ادي الراجل حشاهم لي. قلت له عايزه اعمله حمام كذاب اهو. بس المفروض هو كان فتح الايه الفخد ده كده، ما فتحوش. انا بعمله بقى ازاي؟ طبعا الرز دوت انا عاملاه قدامكم اللي هو بالزعفران. وهحط واحشي هنا كده برضو رز اهو. انا لبست جوانتي مع اني ما بحبش البسه عشان محدش يعلق. هنعمل ايه؟ هنحط كده اهو قدامكم تاني كده وابدا الف اللف. هبدا الف قدامكم اهو واجيب
بس الظاهر الراجل الجديد معرفش اللهم صل على سيدنا. يلا هعمل لكم يا اولاد واحده ثانيه قدامكم اهو، عشان اي بنت لسه ما يعني ما تعرفش الحاجات دي. حلوه جدا وسهله لو انت وجوزك وعيلك، كل واحد ورك كفايه قوي قوي اهو. حطيت لكم حشيت لكم الرز وحشيت جوه كده اهو، واقوم لفه قدامكم اهو. لفه قدامكم، واذا كان في مشبك او هتعملوه بالخيط قدامكم اهو. وهنعمل واحده ثانيه. اللهم صل على سيدنا محمد. اهي واحده اهو. في الراجل عامل لي جيب هنا احشيه رز واكمله رز كله. عشان تبقى مليانه تحس ان فعلا ان هي حمامه، يعني احنا بنتحايل على الحمام. شفتوا كده؟ وبعدين اقوم فرداها قدامكم كده اهو اهو. وبعدين احط رز هنا، رز بقى بكل الخضار. اللي طفلها ما بيحبش الخضار ممكن تحطوه له في حاجه زي كده، حتى جزر وحتى فلفل وحتى بصل. اللهم صل على سيدنا محمد. والف كده طول ما انا ماسكاها، الف بالطريقه دي. واذا كان معايا خيط هلف بالخيط. فاضل لنا واحده اهو. انا عملته كله، هعمله لا بالخيط لا بخله السنان، يكونوا بس اهم حاجه تكون نظيفه قدامكم اهو. وهقوم اسلقهم. ممكن في بيحطوه في الفرن، وفي بيسلقوه ويحمروه، وفي بيحطوه بعد السليق بيحطوا في الفرن، براحتك. اي يعني ايه، اهم حاجه ان حاجه تبقى ناضجه وتبقى. دي اخر واحده سهله جدا، بس اهم حاجه الزعفران ده جميل قوي. جبت من عند الراجل العطار ب10 جنيه. هو بيقول بودرة زعفران، بس هو فعلا الريحه يقول فعلا. ونلفها كده سهله اهي، سهله. وهالوقت الفهم بالخيط واروح اهي، سهله جدا قدامكم اهو، كانها حمامه. ادي راس الحمامه صح. يلا السلام عليكم. هحمرها. لا قفلتي. هحمرها، هسلقها واحمرها وهقدمها لكم مع الرز واقول لكم السلام عليكم. يا اولادنا حضرنا الاكل اهو. ادي الرز بالزعفران، وادي الحمام الكذاب حشيناه اهي، بس هما ما بيحبوش تتحمر كتير. والرز اهم حاجه الرز، عشان حبه بودره بقى الرز لونه عامل ازاي ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين الزعفران له فوائد رهيبه جميله. وبالهنا والشفا، كله قاعد على السفره ياكل، كله بياكل. منظر جميل اهو. ادي اكل يوم الجمعه. كل يوم جمعه نتقابل مع بعض ان شاء الله، احنا والعيله وروشه وولادها. واقول لكم اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا الرز جماله وفي لونه، جمال الرز في لونه وطعمه جميل. واقول لكم السلام عليكم.